واخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. التعب مش ضدك، التعب بيكشفك وبيطهرك، بيخليك تنضج. اللي بيتعب هو اللي بيعيش بصدق، اللي بيتألم هو اللي بيفهم قيمة الراحة لما تيجي. الراحة مش في النوم، الراحة في الرضا، في انك تكون عارف ان تعبك مش رايح هدر. اللي بيتعب في طريق الحق ربنا بيكافئه براحة مفيش بعدها وجع، واللي بينهار في منتصف الطريق ما بيحسش بطعم الراحة. افتكر دايما ان الجبل اللي بيتعبك هو نفسه اللي هيوريك اجمل منظر لما تصعد للقمة. اللي مر بالتعب قلبه بقى اوسع، وعقله بقى اعمق، وروحه بقت اقرب. اختار تتعب في الصح، لان التعب في الباطل اسمه خسارة، لكن التعب في الحلال اسمه كرامة، وفي الطاعة اسمه عبادة. ما تسيبش التعب يكسرك، خليه يصنعك، يشكلك ويعلمك. ولو وصلت دلوقتي وبتسمع الكلام ده، فده معناه انك لسه واقف ولسه قادر تكمل. خدها كلمة من القلب، اللي ما ذقش مرارة الكفاح عمره ما هيعرف طعم النجاح. عيش التعب لكن ما تستسلملوش، وخليك مؤمن ان بعد كل تعب ربنا كاتب لك راحة هتنسيك كل التعب اللي فات.